بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هتكلم على مفهوم مهم قوي. لو أنا شايفة نفسي حياتي بسطاني وسعيدة وتمام، خلاص خليني في نفس أفكاري ونفس تصرفاتي نفس كل حاجة. لكن لو أنا شايفة إن ده مش عاجبني، يبقى في حاجات أنا محتاجة أغيرها، لأن اختياراتي هي اللي وصلتني للموضوع ده، للمكان اللي أنا فيها. والمكان اللي أنا فيها وصلت لها من أفكاري. يعني مثلا لو أنا قلت إن يعني استغفر الله العظيم ربنا مش موجود، وأنا فاكرة كده فعلا، في ناس فاكرة كده فعلا، هل معنى كده إن هو مش موجود؟ ففي أفكار لما أجي أسمعها لأول مرة بتصدم وبقفل ولأ وإزاي وبتفتي ليه وما بتفتيش ليه. كل اللي أنا بقوله يعني إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كل اللي أنا عايزة أقوله، لو سمعتوا حاجة غريبة روحوا اتأكدوا هي صح ولا غلط. أنا لما بسمع أي حديث من أي واحد، من يا حد جامد أوي، شيخ جامد أوي ومشهور أوي، لأقل واحد، بروح أدور على الحديث ده هو صحيح ولا لأ، واكتبه وأنا بسمع، لأن ده ديني، دي أفكاري، دي عقيدتي، ما ينفعش يتلعب فيها. وبلاقي شيوخ كبيرة قوي بدون ذكر أسماء حديثها غلط. مش معنى كان مش هسمع له، لا، هو حد كويس وتحفة وزي الفل، بس كلنا بني آدمين وبنغلط. فلازم أنا أدور وأركز، فاللي تلاقوه مش عاجبكم روحوا دوروا تأكدوا اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط. أسماء الله الحسنى اللي احنا بنسمعها دايما وبنقولها دايما، 99 دول مش كلهم صح. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ ما هو أنا لما بدور الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا تعبت ودورت وشفت، أدور مثلا على اسم إيه؟ المعز، المذل، أدور لقيت يعز يذل. طب إيه المشكلة؟ لا، في مشكلة كبيرة. أنا ممكن أكون مثلا إيه، بعمل أي عمل وعادي الناس بتعمله، ما بحبش حد يسميني بيه. في اسامي الناس اصلا بتدلع بعض بيها، ما بيحبهاش. لله الاسماء وخلاص، ولا الحسنى، الحسنى فادعوه بها. فانا دلوقتي هحط لكم صفحه فيها الاسامي المظبوطه وفيها الاسامي المش مظبوطه. طب ايه اللي دخل ده في حياتي المتلخبطه؟ ما هو انا لو ما غيرتش افكاري هيفضل ربنا ورايا بحاجات مش حلوه عشان اتغير. لان لو حياتي ماشيه زي الفل مش هفكر اتغير. طب ايه العلاقه؟ طب تخيلوا كده، لو واحد متخيل ان ربنا مش موجود، ربنا هيسيبه ولا بيبقى عايش في حاجه مش حلوه عشان يغير؟ او انا لو عندي فكره معينه ناحيه ربنا غلط، حياتي مش هتبقى حلوه. ليهم علاقه ببعض. عشان كده ربنا قال من احصاها دخل الجنه، جنه الدنيا وجنه الاخره. يبقى لازم نعرف ربنا كويس عشان نعيش مبسوطين، عشان ندخل الجنة. انا لو يعني مثلا ايه، يرحم الله من عباده الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. ايه ده؟ يعني انا لو ما رحمتش مش هلاقي رحمة في حياتي؟ تخيلوا بقى لو حد ما عندوش رحمة في حياته. يعني انا كتير كنت بقعد اقول انت فين؟ يعني انت بتقول يا رب انك رحيم، انا مش شايفة اللي انا عايشة فيه ده فيه رحمة. طول النهار حاجات مش حلوة حاجات مش حلوة. طب فين الرحمة اللي انت قلت عليها؟ لا، المشكلة عندي انا ما كنتش برحم. مع ان اي حد يقول ايه ده حنينة جدا ومش عارفه ايه، لا، الرحمة حاجة تانية. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. يا نهار ابيض، يعني هي دي الهدف من خير خلق الله ان هو ربنا يبعثه. بسم الله، يعني لما نيجي نبتدي اي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، يعني الاسم ده مهم قوي. مهم قوي. اهي ظهرت عندكم الاسامي اللي لا تصح، اللي هي لسه منتهية، دي اول واحدة لاخر واحدة، واللي قبلها الاسامي 99 التي تصح من القرآن والسنة، من الاحاديث الصحيحة. فخليها عندكم
وذاكروها كويس قوي. يعني انا بستعمل الاسامي دايما. يعني انا مثلا لما اجي استعمل اسم الله الواسع ما بشتريش من محل واحد. هتلاقوا عندكم في الفيديوهات بتاعتي انا كنت عامله اسم الله الواسع. ما لا بوسع الدنيا. اما اجي اروح مثلا طريق ما بروحوش من نفس الطريق كل مره. اما اجي استعمل مواصلات معينه مش لازم استعمل كل مره عربيتي. مره اروح باوبر، مره اروح بديدي، مره اروح يعني بشكل. ما دايما ابقى عندي اسم الله الواسع كده. عايشه باسم الله السلام هلاقي السلام. عايشه باسم الله الغني هلاقي الغنى. يعني في ناس مليارديره وحاسه فقر. ايه ده؟ بيقارن بقى ان هو عنده 2 مليار واصحابه التانيين عندهم 6 مليار 26 70، فهو فقير قوي جنبهم، فعايش بفقر، بفكر فقير، فهيفضل فقير حتى لو هو معاه فلوس. حاسس ان الناس بتقدر عليه، هو مش شايف اسم الله القدير القادر المقتدر. يعني كل اللي سمع حلقة اسم الله المسعر ومشي على الكلام ده ما بقاش عنده مشكلة في عز الأزمة اللي احنا فيها دي، ما بقاش عنده مشكلة في الفلوس، لأنه عايش باسم الله المسعر. هو ده الاسم الوحيد اللي ينفع أي إنسان في الأسعار العالية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جم يقولوا له سعر لنا عشان غليت الأسعار والناس بقت جشعة، قال لهم لأ. وكمل الحديث، هبقى اسيب لكم برضو الرابط بتاع الحلقة تحت. فأي مشكلة عندي هي مشكلة إن مش بستعمل اسم معين. يوم ما هستعمل الأسامي كلها هدخل جنة الدنيا، وبإذن الله جنة الآخرة كمان. يعني مثلا ايه ده؟ ولادي قاسين، مش عارف اهلي قاسين، صحابي. ما هو انا مش عايشه باسم الله الودود. اعيش بيه ازاي؟ في كل لحظه اسال نفسي، هو اللي انا هعمله ده هعمله عشان ربنا فعلا من جوايا، ولا عشان نفسي، عشان ارضي حاجه جوايا؟ طب هل اللي انا هقوله ده بقوله عشان ربنا فعلا ولا عشان نفسي؟ طب الصلاه لما بتيجي بسيب اللي في ايدي بروح لربنا، ولا النوم اهم بالليل ووقت الغداء اهم كل دي انا بثبت له فعلا بالافعال اني بحبه اكتر حاجه، حتى لو انا ما بحبوش اثبت له بالافعال، وبعد كده الحب هيجي لوحده بالدعاء. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. دي بقى على طول من كل قلبي اقولها لغاية ما ربنا فعلا يرزقني حبه انا احبه وهو يحبني. بس في الاول اعمل. ولله المثل الاعلى. مثلا كده واحدة متقدم لها واحد مش طايقاه، فضل يحاول ويعمل لها حاجات لطيفة ويكون لطيف معاها لغاية ما فعلا هتحبه. اهو انا هعمل كده. ما هو في ناس حتى بيضحكوا على حد ويعملوا نفسهم لطاف لغاية ما بيحبوهم. اهو انا برضو هعمل كده. لو انا حتى ما بحبش ربنا لا قدر الله، يعني هعمل تصرفات كأني بحبه، واقعد ادعي ربنا يرزقني حبه، فربنا هيرزقني حبه. انا احبه وهو يحبني. اي مشكلة اصلها ان في اسم انا ما بستعملوش. دلوقتي هحط لكم النمرة بتاعتي عشان لو في اي حد عنده مشكلة ومش عارف يستعمل الاسم ده يبقى يكلمني. يبقوا بعتولي على الواتساب الاول، ولو الميعاد اللي يناسبني، وبرضه لو في ميعاد مش مناسب بالنسبة لكم قولوا لي ممكن من كذا لكذا، نتفق على الواتساب وبعدين نبقى نقدر نتكلم.